ሶላቱል ጁሙዓ ትልቅ ደረጃ ነው ያላት ከአላህ ዘንድ ደረጃዋ ከባድ ነው እሷንም ከጨረስን በኋላ ሶላቱል ጁሙዓን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ذكر አስከትሉባት ይለናል وقال الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى من ይላል فإذا قضيتم الصلاة የጁሙዓን ሶላት እንደጨረሳችሁ ቁጭ በሉ አላል فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله በመሬት ላይ ተበተኑና የአላህን ጸጋ ፈልጉ ስሩ ተንቀሳቀሱ واذكروا الله كثيرا اللهم ببزات استوصت لعلكم تفلحون فلحتون سلامتون نزعتون زند لك صلاة እንደጨረስክ ذكر ይህ ይላሉ ዑለማ ከትልቅ ዒባዳ ጥግ መጠቀሱ ትልቅነቱን ነው የሚያሳየው وبعد الصوم صومንም ስንጨርስ ትልቁን ጾምን ምን አስከትለው በምንድነው በذكر ነው ልክ ሰውየው ሊያፈጥር ስለምን ይላል اللهم لك صمت وبك امنت وعليك توكلت وعلى رزقك افطرت ይሄን ذكر ብሎ ነው ተምሩን ወይ የሚበላው ነገር የሚበላው ልክ እንደተጨረስክ ጾሙንም ይሄን ذكر ታስከትልበታለህ وبعد الحج حجን እንኳን ትልቁን ስነ ስርዓት حج እንደጨረስክ ምን ታስከትላለህ ذكر ነው የምታስከትለው وقال الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى قرآن لمن الال فإذا قضيتم مناسككم يهج سن السراتاتشون دجرساتشو فاذكروا الله الناس توسط كذكركم لك عندما استوساتشو آباءكم أو أشد ذكرا أباتوچاچو عندما تستوسط بل أشد كذا يبلتا الله الناس توسط إلى الله سبحانه وتعالى ቁረይሾች ልክ ሐጅ አድርገው ሲመለሱ ይፎክሩ ነበር በአጅዳዳቸው በሚቶቻቸው በአያቶቻቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዛ በላይ እኔ ذكر አድርጉኝ ይላል ልክ ከሐጅ በኋላ ذكر ነው ሶላት ጨረስክ ذكر ነው ጾም ጨረስክ ذكر ነው ሶላቱል ጁሙዓ ሰገድክ ذكر ነው በል ይላሉ ዑለማዎች ويجعل الله عز وجل አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የዒባዳዎችን ሁሉ ልብ ذكر ነው ይላል عبادات اللي يتقاقموا بتجيبوا راسه ذكر نويلان الله سبحانه وتعالى وقال تعالى لكلمه موسى لنبي الله موسى عليه السلام من على تشو وأقيم الصلاة لذكري صلاة أقومات صلاة سجدوات لمن لذكري إن إلا ما استوس جيبوا من دنو ذكر مالت ما استوس مالت إن إلا ما استوس صلاة ستقوم الله أكبر سل ذكرنا قرآن ذكرنا تشهد ذكرنا ركوع ذكرنا سجود ذكرنا تسليم ذكر كلهم صلاة ذكرنا جيبوا تدمروا الله ذكر ما استوصنا يفلقوا أنا كل نجر الله سبحانه وتعالى كل عبادة واشتلالك عبادة وشند جرسنا بذكر أسكتلوا تلنا نجر جنب بتأم ميجرم ويه تلك درجة يالله ذكر عند شرط بتشان يالله بتأم ميجرم يتلاقي شرطش لنوري شلال لليلة عبادة وش لا ذكر جن عند شرطنا يالله يا ذكر شرطه مسفرته من دنيا ذكر اكثار الذكر ذكر ما بزات بتشان من البات انت قيام الليل ليل تنقد تنست تهجد مسجد بتفلق ولا تركع بالسجد بقى 8 ركعه بالسجد سنه ونادرسها 3 ويتر تጨምርበታለህ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ሞላህ ነው ذكر ግን الذكر عباده ليس لها حد معين ገደብ የለውም ذكر ذكر شرطه ما بزات الله سبحانه وتعالى قرآن لي ذكر كان السا كثرة بوزو من انجي زنبلو تقصوت التاقين ذكر كان السا بوزو جمرون متاقين يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا لكن دينهم اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات لكن دينهم ببوزو ميستوسون دينهم ميلو ذكر كتوسع الله سبحانه وتعالى تحكيب امي جرسوا بمندنو በጣም አስተዋውሱ በጣም ذكر አርጉ በማለት ነው ዑለማዎች ምን ይላሉ لماذا اقترن الذكر في القرآن بالكثرة ግን ለምንድነው ቁርአን ላይ ذكر ከተነሳ በጣም አስተዋውሱት እሚል መደምደሚያ አብሮ የተለጠፈበት قالوا العلماء من قالوا ሲመልሱ لأن الذكر ضد النسيان ذكر ضد النسيان ትርጉሙ ذكر ማለት የመርሳት ተቃራኒ ነው መርሳት አለ ذكر ማለት ማስተዋወስ ማለት ነው ይህ ነው አሉ والمذكور هو الله تعالى رب الأرباب وواهب القوة والقدر የሚታወሰው ደግሞ الله سبحانه وتعالى የሰማይም የመሬትም ፈጣሪ ሆነ رب العرش العظيم የታላቁ ዙፋን ባለቤት የሆነው الله سبحانه وتعالى
ይህ ትልቅ ጌታን ነው የምታስታውሰው ولا يليق بالعظيم الجليل أن يذكر بعد الوقت وينسى معظم الوقت ደግሞ እንዲህ ትልቅ ለሆነ ጌታ ትንሽ ተታውሶ ብዙ እንዲረሳ ይገባው ለትልቅ ነገር ትልቅ ነው የሚገባው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉን ነገር ካልነበረበት ያስገኘ ጌታ ነው በጣም ሊወሳ ይገባል እሱ ለዛ ነው በከፍራ የተቀመጠው ስለዚህ ዚክርኛም በጣም ነው ማብዛት ያለብን በጣም የሚገርማችሁ ከሰለፍ ከቀደምት የኢስላም አባቶች ውስጥ በቀን ውስጥ 100,000 ጊዜ ዚክር የሚያደርጉ ነበሩት አጂብ በቀን ውስጥ 100,000 ጊዜ ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ አልহামዱሊላህ 100,000 እንዴት ይቻላል ዚክራን ከثيرا ማለት ይሄ ነው ወሊል በጣም የሚገርመው hatta አገራችን ውስጥ ያለፉ ትላልቅ የአላህ ወልዮች አልፈዋል ሷሊሖች አልፈዋል ከአጼዎች ጋር ሲታገሉ ያለፉ ትላልቅ ሙጃሂድ የኢስላም አባቶች አልፈዋል ከዚህ እዚህኛ አርضል ሐበሻ ላይ እንኳን በቀን ውስጥ 70,000 ጊዜ ዚክር የሚያደርጉ ነበሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ሱብሃንአላህ